السلام عليكم. معانا رينو فلونس. كان فيها مشكله في الحراره وكانت بتسخن مع صاحبها. هو كان مغير حساس حراره من 10 ايام، بس الحساس ده كان مرات يخلي الحراره ممكن تجيب شرطه، ومرات تجيب شرطتين، فممكن تعلق معاه الحراره. تمام. راح النهارده غسل طقم تبريد وريتير سلكت كل حاجه. وكل حاجه اتنضفت. طب لما نضفت ايه النتيجه اللي حصلت؟ لا لقيت العيب نفس العيب. هو العيب. تمام. المروحه ما بتشتغلش، طلع في الاخر عيب طيب حساس. احنا لما غيرنا حساس الحراره ايه اللي حصل دلوقتي؟ اشتغل خلاص زي الفل وبقت كويسه. يعني الموضوع ما كانش ريتير ولا ما كانش؟ لا خالص، دخلنا في قصه غير قصه خالص. دفعت كام تنظيف ريتير عند حد تاني برضه؟ 600 جنيه الله يسامحك. 600 جنيه؟ كم؟ الله يسامحك. هو رزقه. لا هو مش هو رزقه هو خلاص. عمل اللي عليه. لا يلا الحمد لله. هو رزق. تمام. احنا غيرنا حساس الحراره والحمد لله ظبطت. تمام. تحب تضيف حاجه؟ الف شكر ليوسف، طبعا بيعرف العيب بسرعه وبيريح العميل اللي بيجوا بصراحه. فقبل ما تيجي انصحك تحجز قبل ما تيجي عشان ما تقفش كتير، عشان الورشه دايما زحمه. فربنا يرزقه ويرزق الجميع. نورتوني ومكانكم في اي وقت. السلام عليكم.